حددت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هدفاً لها وهو تفريغ القدس من سكانها، ووفقاً للقوانين الإسرائيلية فإن الحصول على الإقامة في دولة أخرى أو جنسية أخرى أو البقاء خارج إسرائيل 7 سنوات كافية لنزع هوية المواطن المقدسي، وهو ما يعني أن الانتقال بضع كيلومترات للحياة في مدينة من مدن الضفة القريبة أو عدم الوجود في القدس في موعد التعداد أو الدراسة في إحدى الجامعات الخارجية يكفي ليتم انتزاع الهوية المقدسية منه. هناك وضع قانون اللي هو بيتم سحب الهوية في حالات معينة. أولاً إذا تم نقل المواطن مكان سكنه خارج نطاق إسرائيل أكثر من 7 سنوات، طبعاً بهذه الحالة كمان بيتم سحب الهوية. وفي كمان حالتين اللي هي في حالة تجنس المواطن لجنسية أجنبية. وتؤكد المؤشرات تسارع وتيرة سحب الهويات من المقدسيين مع ما يلوح في الأفق من اقتراب ما يشير إلى مفاوضات الحل النهائي، فعدد الهويات المسحوبة منذ العام 1967 وحتى العام 1999 ما يزيد عن 3000 هوية، فإن العدد ارتفع إلى ما يزيد عن 8000 هوية مع نهاية العام 2006. احنا حاصلين على جنسيات أجنبية وهذا بفقدنا حق الإقامة في البلد هذا، وأنا وضحت لهم إنه أنا ما في معي يعني جنسية ألمانية، وقلت لهم إن أنا معي إقامة دائمة في ألمانيا، وعلى هذا الأساس أنا بتوقع إنه يعني يردوا علي. لحد الآن ما فيش ولا رد. لقد اكتسب المواطن المقدسي هويته عبر مئات الأجيال التي حملت الهوية المقدسية وحافظت عليها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تنتزعها بمجرد قرار ليتم ترضيه خارج المدينة وعدم عودته إليها مرة أخرى إلى الأبد. تصور أنه مثلا بفرنسا يمنع اليهود من أن يتزوجوا مع يهود من إسرائيل أو يهود من دولة أخرى بالعالم. كانت الدنيا ستقوم ولا تقعد، كانوا سيسموا ذلك لاسمية وتمييز عنصري وإلى آخره. هنا يتم تمرير هذا الموضوع بأغلبية مطلقة في الكنيسة، ثم يقر من قبل محكمة ما يسمى بمحكمة العدل العليا. أنا مقدمة لمشمل لجوزي لي 13 سنة، أول مرة أجا مرفوض لعدم وجود إثباتات، بعدين إلي هيني 3 سنين أو 2 سنين تقريبا مقدمة لمشمل لجوزي ولسه بستنى جواب. ويكشف ذلك بشكل أساسي عن جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تفريغ مدينة القدس من سكانها، فالعرب مسلمون ومسيحيين الذين كانوا يشكلون أغلبية في مدينة القدس قبل الاحتلال تحول نسبتهم إلى 34% من نسبة السكان، وتسعى الحكومات الإسرائيلية المختلفة إلى تخفيض هذه النسبة إلى 22%. وهكذا يتكامل الحصار الإسرائيلي على أهل القدس، فمن جدار يمنع عنهم الهواء إلى حواجز تعيق حركتهم ومستوطنات تهدد كل شبر من أرض القدس وجرافات قد تهدم منزلك في أي لحظة إلى قوانين تهدد وجودك وتنذرك بالإبعاد. كل ذلك وما زال أهل القدس مرابطون ليشكلوا أروع آيات الصمود. نوال حجازي، القدس، عاصمة الثقافة العربية.